هلا يا حلوين، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم عنا تراك اكس اف اكس، الرقصه الاخيره دس على الدرويش. حنسمعها ونحللها ونستمتع فيها، بس قبل ما نبلش انا عندي رساله خاصه لكل شخص بيحضرني وبيحب التحليل تبعي. معلم، انا لما احلل انا بحلل الشخص شو كاتب فعليا، فانت اذا تضايقت من التحليل هي الغنيه هيك، يعني انا مش انا اللي كاتب لحتى تتضايق مني. مثلا انا عم حلل حرفيا شو مكتوب، انا محايد وبرهنت هذا الشيء نوعا ما عندي على الشانل انه انا محايد، فما تيجي تاخذ موقف مني انه شو هالحكي اللي عم تحكي. انا ما غصني، انا عم بحلل اللي مكتوب. اي شيء بينكتب بالغنية انا بحلله لايا كانت الطرف، ولا اتبنى اي طرف وطرف دبل مينينج قبل ما نبلش تحليل. المهم، نرجو ان تستمتعوا معنا في هذا التراك والى اللانهائية. يلا خلينا نبلش، يلا روح. شكله فيديو كليب. منخرط بالخشب ما بنفهم الصدى، بس بنكتشف للعتب حق علينا بيوم الغلا. الله أكبر لا شريك له، هالروح ملكه هو اللي حطها فينا صح. رحمي على نفسك عطيفك الممتد، يا أم الكلمة والخطاب المحتد. لين صرمتي قبلي يا حسرة المعاني، آخ يا حرقت قلبي، آخ يا أمهاني. هودي دموع الفرح ما هيك؟ زفوا العروس زفوها صارت ملاك. من شالك الأبيض شامم الإكليل بفوح، كل حياتك بالمطبخ حقك تموتي عروس. فهمتي ضريبة العجز أيقنتي ليه اسمه نفس. يا قلبي نحن الرواية نحن منتأقلم بالقفص، كلنا رح نطلع لعنده منلاقي الحضن والفرج. بيمسك نخاعنا الشوكي لازم ننجلي من القرف. يا روح قلبي حين يرهقه الحسد، يا نسمة تداوي الجرح إن ضاق المدد، يا بسمة في الفي ستروى إلى الأبد. ابنك لم يشفع لك الله يسامحك عهك ولد. انت تحملتي فراس حملتي بيت السواح، كان يقلك لا إله انت تقولي إلا الله. طمع هاني ع ظهرك كل شي ببطنه يكب، بالآخر أكل لحمك اللدوء زنود الست. الوجع والجوع جبروتك ما شافوا، من شالوا 9 شهور مين منضف له شخاخاته، مين اللي وسخ ايدين ليكونوا صبيع نضاف. اكلتوا الندمان في الشي تتخبى وراه، قالت لك خفف تجميل ضب لاخرتك انقبر. حلو مثل ما انت يا هاني ما تكتر فيلر، ما تحكي بعرض وتزيد انت عن امك ما بتسأل. كبرتك على الحديد مش ع افرازات المهبل، يلعن المرض لو عارف اعطيتك كلوته. قومي يا عمري اختك امنت الادوية، رجعي البنوت عم تركض قدام التوتيا، رجعي الصبية اللي بدها كل شي لو نفوشيا. شوفي العالم عم توصل عم نسمع دعواتهم، احتمال الجنة توسع. حسناتك حسناتهم كلهم وصلوا على الأجر، انت ذكرى ما بتنتسى. بس هاني ما اجا على العزا، عنده اولويات عم بفكر بكاريره. الشهرة رح تنيمه بعكس امه ما حتفيده، يكتب بمراسم دفنه يعني ماتت مثل ايده. ناطر ابراهيم ع غلطه بده يعيبه عم بسجل 9 عمودي 9 صوص و9 نيزو. ما قبل يحمل نعشك حمل مسؤولية تشيله، حبل افكاره ما تقطشي لو بتعيشي ما تدقيله. بده يثبت لك حيوانته انه فيله عنده ايجو. اوه بداية قبل ما نكفي، زلمة عم بيضرب على وتر جدا حساس، وبنفس الوقت ما بيغلط كغلط يعني، بس انه من منبري جاي انزع مساه. برق ورعد تقول عم بلعن سماه، بيتعاطى موسيقى قصده ابر هون وهون. صار خارج عن الطبيعة تاني اكسيد السيليكون. سنان جوبلن تموت بكلام النابي، قصدي كاس جوبلت فيك تقول خطأ املائي. مختبر كيميائي مصيرك عم قدر، والدك ملحد انغلائي ما امن برب المنزل. بعده بيصارع الحجاب بينسى مين سطر اخطائه، كان عامل فيها ال11 وهي حي بعقر داره. كان اكبر مشاكل بيتها مش طيبين موزات ابو طارق، او ستك كانت بتضيع ونسيت تجيب لها برازق. وحده مبخوشة ما تجرأ براسها يغوص، بلعتها نفوش هو قصده بلعتها نفوش. لباسة قلم فراس على الارض وحبت قصيدته، بالسما لو شافت نيتشي حتلحوس له ريشته. يا هان الدنيا ام قلبها اكبر من السين، ما كنت لحظنا تحن لان ما عندها مايك وبيت. ما قدرتها ما طبقتها، كان همك الراب يا قارة تأخرت لتسمع نبضة. بطل عندك هيك وسنير، ما هم الصوت وقديش وفي مع رفاقك. بعتتلك مالك الموت تقلك قصرت بوفائك. اهمالك كان سبب طحنة ع قبرص واصل عياطة، وفي حال بيتحيك رحمة حتسقطك بكيس خياطة.
تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام زارع كلامي ضارع راسي عباراتي رافع الصارع ضرباتي خاضع مسيز بحاراتي صانع تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام طابع حضاري نابع ضابع دياري لامع ناصع براسي خاشع رب الصلاة براجع مجبور بمسافة قبل ما يعتل النقلة بيعتل هم خراك بيعتل الدعسة بياكل السبابة يعني حيكبك عنكزة ما حدا بيتقبل رأيك غير الكلب اللي بالتاكسي بكدني العرق صح بدور أغانيه شغلك بهوي امكي طفي هالايسي جلد بندي دغري وانت بتعرف ليش ندى ما قصدي شيب تعال قاطيه اكس حرتقجي بس ما بيكدس اغلاط الاكس كهربجي بيعدل الواط بيفكوا عدة اغراض بالشق بشقق بشقق يوم حاله انه فاز قدامي بيخسر بتكة رؤية روبن هود راكب القارب تستر بعد هالروبرت هوك حيامن بعلم التمدد جبر وديكارتات غوصة بارقام وتعدد عايش عالزبزبات عم فوتوا فيها بتردد زحط لك الراس بعده عم تبكي بمقاتم بحطكن بعلبي هيدا نكاح المحارم قيري فيها مان كانت ناشطة هالقد زين الدين زيدان عقد ما بتعطيني هاد طارق عيوش وغشيم من زبري بتشوف نجوم فيك تسأل ام ابراهيم لما عملت لها النادور مين اخترق معدتها مين وصل على المعاد ورتاني بحد بصبوص شلكي من قبل الميلاد تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام زارع كلامي ضارع راسي عباراتي رافع الصارع ضرباتي خاضع مسيز بحاراتي صانع تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام طابع حضاري نابع ضابع دياري لامع ناصع براسي خاشع رب الصلاة براجع ضمير وعقل كلب لداعش عم يتني ظلم اطفال وقتل هيدي المشاهد عم يتني حتى حمص ما حملته مبسوط ببلاد الكفر وقت السفر جواز بتخرع ع جواز السفر من محيطه لجأ كرب والحجة مصاب بقمع مخاض الحرب اعظم من مخاط الدمع يعني لو بالقلم صار ما بيهزم مضاد الفتن وحده اللي بالعلم دار رح يفهم مراد الوطن زقته بصحن البلد سورية عملتوله خيبة عالشاشة تايم حسن لكن معدومين الهيبة كونها كريمة بإقناع ما بتعطي فنها لحدا من بابها طلع إبداع بس هاني من باب البدن يتجاوز خطوط أي شرع حلله سوريا بتظبط سلوك يعني بالرقة بتعلمه جولانك من تحت الطاولة كرسي لفترة محدودة لما كان في حلم عربي ما كان ياخد قيلولة بزوبعة بتوه عند الهوا جنوبي دومة قد ما يلف ويدور يلف ويدور منه قومي قدر فوتكن ببعض بده دولة بقلب دولة شعبه من الأهرامات نفسية فرعونة بقلعت الرواح ما بينفع غسيل كلاوي بيجلس للكلب هتلر يتبنى السوداني لكن لو خلد مصيبة يكون طول السبب بقائي ما بسمح له يقتل بنتك طول ما فيها عرق قاري تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام زارع كلامي ضارع راسي عباراتي رافع الصارع ضرباتي خاضع مسيز بحاراتي صانع تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام طابع حضاري نابع ضابع دياري لامع ناصع براسي خاشع رب الصلاة براجع كاتب كلام حتى لو ببزق عورائي لو بترك سطر فاضي باشا ما بدعسله ديله بحتك بزدله اعراض معيشه اقوى بيف ببيته كل ساعة بيدس حفاض خطاع فخاد لحق صفاء الولاد بتحسوا مال والسبب قضاء الاسواد طلعت زكي بتحليلك اشرف لك تنسحب ايه سمسم بيقطش صبيعك الاكس بيخطش لك اياه الرقابة بتزيد رح تفشل بفحوصاتك رشدتها بخط الايد شو جاي تنقل امراضك مصيرهم سبايا حرامي بقرط من حزمتك كرمالك مش جاية يا هاني بيجي لاخوتك غبت 5 سنين بس بعين هورس عم راقب مش قومة هي اكيلس هي استراحة محارب راعي بعصا موسى وراعي بتمة الوعي معي العصفة بس ارجع بيرجع الجبل معي اوف اوف بيت جديد صار 3 مرات شاغل على الفيديو كليب هالمرة أكتر شاغل على الفيديو كليب غابت عن الوعي وقفت الموسيقى كانت الرقصة الأخيرة قدمت تحفة بزمانها عالدقة الشهيرة تسمع شهيقة وزفيرة بالآخر برم موال براسها وعم تحكي عتابة تاريخها بالرقص عريقة اللي بفنها ما شفت حالك تلوي خسرة تفضل طيزة تخلع كتفلت بالريقة كالنتيجة ولا ضعاق ما همك غير الأخضر بوراقة طلعت أنفاسها الأخيرة استثقلت تحطها على كتافك
شرقي غربي او حضاري كل شي قدمت تتناسى. لانه بصراحة رغم افلاتها وافعالها حتبقى انت للاسف يا هاني من اسوأ اعمالها. عاطل ما حركت في خيدك لتموت ببطالة، حرفيا ما دعمتها بمالك، ما كبيت مصاري. بدها نفسيتك الخام دبشي ورقة تحييها عكروت، مرخي على الحلب بالواجب ما كان يقوم. ناصح متعدد وجوه القبيحة ريحة بتفوح، ريج امسي طبوش غير بكرشه كيوت، راسه تعليقة دهون. الموسيقى سيئة بتسوق، حفلاته مثل حضور صريرة صمت وسكون. من شكله بتقدر تقول عشت الموت البطيئة، كيمو كيمو من جبينك كسرت لها ظهرها. يل عن ديبك جرب تشدك وتشيلك كيلو كيلو من كيسة، بس كيتو كيتو من ايدك وين المزورة جيبها. لو عن جد قدرتها بوقتها كنت على حالك بتقيسها. خلفت واحد بوجان بيسرق لفسطيرة مثل ما بتزيد، بس صار عندك رديف فرضا. دماغك خسر شغلك خفيف سلطة، دعوة عفريش الموت بس الرحمة مش فضيلة. قصدي كان عم يكتب مش فضيلة. نسيت صميمة نسيت ضميرة، شو عملت كرمال تعينك رح تطلع له بالمنام بس ينزل قرينا. هالواطي حتى بجلادته معانا ما ضب غسيلة لنضف اسطوانة. كلنا بنعرف الحقيقة كانت تواجهك بالصراحة يا هاني ستور عظامة. ما بتصير سلم شيدي لو قلت لها سوري ماما. وينك يا شي هالوسيط بتقلي كايند، فكرة اذا ارتقيت يعني صارت بالبرايم. بدها تخبره جوز كلام عم تكتب بقيلة رايم، حل ما تنزل معه باتل هيك بلكي بيعطيها تايم. وحتى تشوف الصلعة الناصعة سنة 2000 تدعي تتغير الظاهرة. خد عراسك R9 يا ريت قطعتيهم لبني وما عمل عدوري خوري. قال ما بيقيمني من ارضي مفكرني قبر المرحومة. والبار الجاي من الزير سكره بفقلك بعودة، اذا بعد بتحكي بالدين هو اللي حينكلك الموتى. يعني عملنا جهدنا انه نشتغل خاصة يعني مع تامر حسني، عرفت؟ انا كتير بحب النص التحتاني من تامر حسني. جربت اعمل قال لي ما بيمشي الحال تغني اللي بس على مع النص التحتاني لتامر حسني. انا بحب شعر صدره بس ما طلع شعرات صدره لتامر حسني. اوكي وقر في شغله وقر وقر نايس. يلا على التحليل. يلا نحلل ونشوف اكس اف اكس فعليا شو كتب. يلا اوكي. هو عم بيتمشى بقبر وفي هاي النظرة اللي هو كيف بدي اقول لك، لا كيف هيك عملت يعني من هذا المنطلق يعني، عرفته؟ ما توقعتها منك مثلا يعني. منخرط بالخشب ما بنفهم الصدى، بس بنكتشف للعطب حق علينا بيوم الغلا. مننخرط بالخشب ما بنفهم الصدى، منخرط بالخشب ما بنفهم الصدى بس بنكتشف ليش العتب حق علينا بيوم الغلا. ليش عاتبونا بهيدا اليوم؟ نحن منخرطين بالخشب. خشب يعني فينا نعتبره مثل التابوت مثلا، بس اللي عم بيحكي بقلب التابوت نحن ما عم نسمعه، عم بيعاتبنا بس هو مثل صدى لانه ما عم نسمعه، كتير بعيد صار الحكي. فبنكتشف ليش العتب حق علينا، ليش عاتبونا بهيدا اليوم، يوم الغلا، يوم الغالي نوعا ما. نكتشف للعطب حق علينا بيوم الغلا. الله اكبر لا شريك له، هالروح ملكه هو اللي حطها فينا صح. الروح ملكه هو اللي حطها فينا صح يا رب العالمين يعني مفهوم. رحمي على نفسك عطيفك الممتد يا ام الكلمة والخطاب المحتد. لين صرمتي قبلي يا حسرة المعاني، اخ يا حرقت قلبي اخ يا امهاني. اوكي هون هو عم بيحكي عن امه للدرويش لانه ام الدرويش متوفية، فهو عم بيقول لها ليش انصرمتي قبلي، كانه درويش عم بيحكي انه ليش رحتي قبلي، يا حرقت قلبي. هودي دموع الفرح ما هيك، زفوا العروس زفوها صارت ملاك. هودي دموع الفرح ما هيك، كانه عم بيقول له انه هودي دموع تمسيح نوعا ما ممكن. زفوا العروس زفوها صارت ملاك. ابيض شامم الاكليل بفوح، كل حياتك بالمطبخ حقك تموتي عروس. كل حياتك بالمطبخ حقك تموتي عروس، كل حياتك عم تتعبي تعبانه بالبيت وبالمسؤوليات وكذا، وهيك حقك تموتي عروس. فهمتي ضريبة العجز ايقونتي اللي اسمه نفس. يا قلبي نحن الرواية نحن بنتأقلم بالقفص. اوف شو قوي هيدا السطر، اوف شو قوي هيدا السطر. الحلو بالاكس اف اكس اول ما تسمعه بتسمع التراك كلها هيك، في بانش لاينز ممكن انت تستقبلها تعمل رياكشن عليها، بس لما تسمعها مرة تانية وتحلل تكتشف شو كاتب كلام عبقري. شوفوا هاي مثلا، كل ابيض شامم الاكليل بفوح، كل حياتك
المطبخ حقك تموتي عروس. فهمتي ضريبة العجز ايقونتي ليه اسمه نفس. يا قلبي نحن يا قلبي نحن الرواية نحن بنتأقلم بالقفص. الرواية محطوطين بقلب القفص الصدري، كلنا بنعرف القفص بيحمي الرواية، بس بنفس الوقت إذا بتاخدوها من غير منطلق كأنه حبس، كأنه الرواية محبوسين بالقفص، مش بس إنه محميين من القفص. يا قلبي نحن الرواية نحن بنتأقلم بالقفص، بنتأقلم بالحبس نوعا ما، وبنستخدم الحبس ليصير حماية لنا عن المجتمع من نوعا ما. ذاك اللاين رواية نحن بنتأقلم بالقفص. كلنا رح نطلع لعنده منلاقي الحضن والفرج. بيمسك نخاعنا الشوكي لازم ننجلي من القرف. بيمسك نخاعنا الشوكي لازم ننجلي من القرف. بيمسك نخاعنا الشوكي بكب منا القرف، يعني بيعصرنا لينزل منا القرف. بنفس الوقت نخاعنا شوكي وننجلي كأنه عم ننجلي، يعني كأنك عم تجلي بين المجلة، عم تجلي وعم بينزل القرف وشوكي دبل مين. يا روح قلبي حين يرهقه الحسد، يا نسمة تداوي الجرح إن ضاق المدد. بحب اسمع لإكس اف اكس بغنية فصحى، بحب صراحة. عملنا غنية فصحى إكس اف اكس بيلبقلك. يا بسمة في الفي ستروى إلى الأبد، ابنك لم يشفع لك الله يسامحك عهك ولد. بسمة في الفي ستروى إلى الأبد، ابنك لم يشفع لك. ابنك لم يشفع لك الله يسامحك على هيك ولد. كأنه عم بردله بطلب ولي أمر لما يقول له، لما يحكي درويش ويقول الله يسامحك على هيك ولد، فهنا عم بردله إياها إنه أنت اللي الله يسامحك على هيك ولد، ابنك ما شفع لك، ما شفع لك، فالله يسامحك على هيك ولد. ردله إياها يعني. الله يسامحك على هيك ولد. انت تحملتي في راس حملتي بيت السواح. في راس حملتي بيت السواح. في راس السواح هو أبوه للدرويش. كان يقلك لا إله انت تقولي إلا الله. كان يقلك لا إله أنت تقولي إلا الله. ما في راس السواح ملحد، وكتبه اللي ثلاث أرباع الكتب اللي عنده فيها إلحاد نوعا ما، فهو كان يقلك لا إله أنت تقولي له إلا الله. أنت تخليه آمن غصب يعني. الله طمع هاني ع ظهرك، كل شي ببطنه يكب، بالاخر اكل لحمك قال له دوق زنود الست. طمع هاني على ظهرك، اوكي، بالاخر اكل لحمك. هو في راس اكل لحمك وقال له دوق زنود الست، خلى ابنه ياكل لحمك معه. زنود الست، لان زنود الست واكلت زنود الست. الوجع والجوع جبروتك ما شافه، من شاله 9 شهور مين منظف له شخاخاته. مين الوجع والجوع جبروتك كل هدول ما شافهم، يعني انت ما شايفك قد ايه توجعتي وما شايفك قد ايه جوعان. الوجع والجوع جبروتك ما شافه، من شاله 9 شهور مين اللي نظف له شخاخه؟ هذا كلهم ما شافهم. 9 شهور مين منظف له شخاخاته، مين اللي وسخ ايديه ليكونوا صبيع نضاف. اكلته الندمان في الشي تتخبى وراه. اكلته الندمان في الشي تتخبى وراه. ما هو بيقولوا انت بتتخبى ورا اصبعك. هيدا المثل الشعبي اللي بيقول لك انت عم تتخبى ورا اصبعك، او انت يعني كيف بقول لكم هذا المثل، عم تتخبى ورا اصبعك اللي هو مكشوف، انت مفضوح يا اخي، ما فيك تتخبى ورا اصبعك، ما مبين انت مفضوح، بس انت اكلت صبيعك ندم حتى اصبعك ما بقى قادر تتخبى وراه. قالت لك خفف تجميل ضب لاخرتك انقبر، حلو مثل ما انت يا هاني ما تكتر الفيلر اللي صرنا سامعينه باكثر من اغنيه. ما تحكي بعرض وتزيد، انت عن امك ما بتسأل، كبرتك على الحديد مش على افرازات المهبل. ما تحكي بعرض وتزيد، انت عن امك ما بتسأل. يعني ما تيجي تقلنا يا اخي انتوا عم بتسبوا بالاغاني، انتوا ثلاثه باغانيكم مسبات. ما انت نفسك عن امك ما بتسأل، عن اي عرض عم تحكي انت، عن اي مسبات عم تحكي، ما انت نفسك ما بتسأل. وتزيد انت عن امك ما بتسأل، كبرتك على الحديد. كبرتك على الحديد مش على افرازات المهبل. كبرتك على الحديد، شو اللي بيعطينا حديد؟ حليب بيعطينا حديد، فانا كبرتك على الحديد يعني بضعتك حليب نظيف نوعا ما. ليش هيك طلعت؟ مش على افرازات المهبل. يلعن المرض لو عارف اعطيتك كلوته. قومي يا عمري اختك امنت الادويه. رجعي البنوت عم تركض قدام التوت يا. رجعي الصبيه اللي بدها كل شي لو نفوشيا. شوفي العالم عم توصل، عم نسمع دعواتهم، احتمال الجنه توسع. حسناتك حسناتهم كلهم وصلوا على الاجر، انت ذكرى ما بتنتسى. بس هاني ما اجى على العزا. شوف الوسخنه هون. شوف الوسخنه هون عم بعزيها. اكس اف اكس عم بعزيها لامه، يعني عم بقول لها انت طلعت لفوق ويمكن حسناتك توسع الجنه مثلا وما بعرف شو كذا وهيك، بس بدي اذكرك انه ما اجى على العزا. ما وسخه. وصلوا على الاجر، انت ذكرى ما بتنتسى. ليك قديش زعلان. شوف النبره، شوف انه عايش الحاله، يعني عرفت
بس شو بس هاني ما اجى على العزا، عنده اولويات عم بفكر بكاريره، الشهرة رح تنيمه بعكس امه ما حتفيده. عنده اولويات عم بفكر بكاريره، ما اجى على العزب وقتها لانه كان عنده اولويات عم بفكر بكاريره، شو بده يعمل بالكارير تبعه، كان عنده اشياء اهم بنظره. اولويات عم بفكر بكاريره، الشهرة رح تنيمه بعكس امه. الشهرة اللي بتنيمه بعكس امه ما حتفيده، يعني امه ممكن تنيمه مثلا تغطيه تهتم فيه تشوفه اذا مرضان اذا تعبان، بس الشهرة اللي حتنيمه خلص حينطفي حيختفي ما حتفيده عكس امه. ما حتفيده. يكتب بمراسم دفنة يعني ماتت مثل ايده، ناطر ابراهيم ع غلطة بده يعيبه عم بيكتب بمراسم دفنة يعني ماتت مثل ايده، يعني اذا حتى لو راح على العزاء هيقعد بالعزاء يكتب غنية. ماتت مثل ايده يعني اصلا انت لما تكتب ايدك ميتة يعني كلامك ميت، عرفت؟ يعني كلامك مراسم دفنة يعني ماتت مثل ايده، ناطر ابراهيم ع غلطة بده يعيبه عم بسجل 9 عمودي 9 صوص و9 نيزو، ما قبل يحمل نعشك حمل مسؤولية تشيله. ما قبل يحمل نعشك حمل مسؤولية تشينه. يا زلمة ما اوسخ والاكس اف اكس كلماته ذكية يا اخي، بيعرف يعني مثل اللي عم بيبلعوا الهاي باحترام. قبل افكاره ما تقطشي، لو بتعيشي ما تدقيله، بده يثبت لك حيوانته انه فيله وعنده ايجو. حبل افكاره ما تقطشي، لو بتعيشي ما تدقيله. حبل افكاره اصلا هو بيقطش فانت لو دقيتي له ما هيعلق لانه عم بيقطش اصلا حبل افكاره. لو بتعيشي لو انت بعدك عايشه ما تفكري تدقيله اصلا. افكاره ما تقطشي لو بتعيشي. حبل افكاره كمان شوفوا كم معنى، حبل افكاره مقطش، يعني انت لو حاولت تتمسك فيه ما اصلا الحبل مقطش فما حتقدر توصل الى عنده. ما تدقيله بده يثبت لك حيوانته انه فيله وعنده ايجو. حبيت الفيديو كليب كمان هاي المرة أكثر من هذيك المرة، حبيت الفيديو كليب شاغل على الغنية مزبوطة المرة. بداية من منبري جاي انزع مساه، هلا بالبيت برق ورعد تقول عم بلعن سماه، برق ورعد تقول عم بلعن سماه مثل ثور مثلا. بيتعاطى موسيقى قصده ابر هون وهون، صار خارج عن الطبيعة تاني اكسيد السيليكون. بيتعاطى موسيقى قصده إبر هون وهون. والتعاطي الثاني الإبر الثاني يعني إبر الفيلر، والإبر الثاني بيتعاطى موسيقى قصده إبري هون وهون، هذا اللي بيتعاطى مش الموسيقى. بيتعاطى موسيقى قصده ابر هون وهون، صار خارج عن الطبيعة تاني اكسيد السيليكون. صار خارج عن الطبيعة تاني أكسيد السيليكون. غير بشكله فصار خارج عن الطبيعة، كان شيء وصار شيء فصار غير مألوف نوعا ما، ثاني أكسيد السيليكون فيلر يعني. كون اسنان جوبلن تموت بكلام النابي، قصدي كاس جوبلت فيك تقول خطأ املائي. اسنان جوبلن تموت بكلام النابي. جوبلن هو الجوبلن العفريت مثلا لورد اوف ذا رينجز او كذا، الجوبلنز هدول العفاريت الصغار اسنانهم بيكونوا طالعين لبرا، جوبلن بيكون اسنانهم طالعين لبرا. بتموت بكلام النابي يعني بتحبني لما سبلك، انت شخص بتحب اللي بيسبلك او اللي بيشتمك، عندك فتش على هذا الموضوع فبتحب اللي بيسلخك. وبكلام النابي ما هن اسنان جوبلن ونابي. جوبلن تموت بكلام النابي، قصدي كاس جوبلت فيك تقول خطأ املائي. بتموت بكلام النابي لا قصدي انا كاس جوبلت. كاس جوبلت هو الكاس اللي بيشربوا منه الملوك. فيك تقول خطأ املائي يعني ما قصدي هاي قصدي كاس جوبلت، هاي الكاس تبع الملوك. خطأ املائي اللي هي خطأ املائي وبنفس الوقت خطأ املائي يعني خطأ تعبيني للشفة، املائي خطأ تعبيني لفوق وخطأ املائي. جوبلت فيك تقول خطأ املائي، مختبر كيميائي، مصيرك عم قدر والدك ملحد انغلائي، ما آمن برب المنزل بعده. مختبر كيميائي مصيرك عم قدر، لا مش عم قدرك، عم قدر يعني عم شوف قديش كميتك، عم بقدر مش عم قدر، ما قصده عم قدر، قصده عم قدر يعني قديش. مختبر كيميائي مصيرك حاطه بعلبة وعم بقدره، عم بعمل عليه اختبارات. مختبر كيميائي مصيرك عم قدر والدك ملحد انغلائي. والدك ملحد انغلائي ما آمن برب المنزل. شوف لأي درجة ملحد وما آمن برب المنزل، ممكن يكون ما آمن بأمك مثلا. ما آمن برب المنزل بعده بيصارع الحجاب، بينسى من سطر أخطائه، كان عامل فيها ال11 وهي حي بعقر داره. بعده بيصارع الحجاب بينسى مين سطر أخطائه، الحجاب ومين سطر أخطائه. صارع الحجاب بينسى من سطر أخطائه، كان مين سطر أخطائه
كمان لحظة بعضه بيصارع الحجاب ما بينسى من سطر. أول شيء الحجاب اللي هو سترة، فبينسى من سطر أخطائه. وبعضه بيصارع الحجاب يعني بيصارع أمه للدرويش لأنه هي اللي كانت تستر أخطائه فعليا. صارع الحجاب بينسى من سطر اخطائه، كان عامل فيها ال11 وهي حية بعكر داره. كلنا بنعرف انه ال11 بالحارة لما فلت الحنش على البيت وقرص له ابنه، كان عامل فيها ال11 هو ابوه، وهي الحي اللي بعكر داره، هي الحي اللي عم تحاول توعي ابنها مثلا. 11 وهي حي بعكر داره. كان اكبر مشاكل بيتها مش طيبين موزات ابو طارق، او ستها كانت بتضيع ونسيت تجيب لها براز. انه كان اكبر مشاكل بيتها انه مش طيبين موزات ابو طارق. او ستة كانت بتضيع ونسيت تجيب لها برازق مثلا. فيك هون كمان بترجع للبات اللي كانت مع إيليام، انه شو لما قالوا لإيم شو اكبر مشاكلك بالحياه؟ ما تعشيت كذا هيك هيدا النسق. ما بخوشي ما تجرأ براسها يغوص، بلعي تنفوش. هو قصده بلعي تنفوش. بلعي تنفوشة؟ لا قصده بلعي تنفوش. هو فصلنا اياه بالغنية، هو ما قصده التنفوش، قصده تنفوش تنعلي يعني. لباسة قلم فراس على الارض وحبت قصيدته بالسما، لو شافت نيتشي حتلحوس له ريشته. انه امك حبت قصايد فراس وحبته، شو حال لو تشوف نيتشي بالسما؟ نيتشي هو كاتب كتير عظيم، فلا حتلحوس له ريشته. فراس على الارض وحبت قصيدته بالسما، لو شافت نيتشي حتلحوس له ريشته. يا هان الدنيا ام قلبها اكبر من السين. يا هان الدنيا ام قلبها اكبر من السين، اللي هو السين والصين. كنت لحظنا تحن لان ما كنت لحظنا تحن لانه ما عنده مايك وبيت. انت بدك بتحن للاستوديوهات، بس بتحن للي بيعطيك تغني، للي بيعطيك منبر، بس لانه هي ما عندها هيدا الشيء ما حنيت لها. مايك وبيت ما قدرتها ما طبقتها. كان همك الراب يا قير، تاخرت لتسمع نبضه، بطل عندك كيك تأخرت لتسمع نبضة، بطل عندك كيك وسنار. كيك وسنار ليك بومتش بنعرفهم البيتس، فهي وقف نبضة فبطل عندك تأخرت لتسمع نبضة، بطل عندك كيك وسنار. نار ما هم الصوت وقديش وفي مع رفيقك. بعتت لك ملك الموت تقلك قصرت بوفائك. بعتت لك ملاك الموت لتقلك قصرت بوفائك. دبل مينينج. اسمع يا عزيزي، بعتت لك ملاك الموت لتقلك قصرت بوفائك اتجاهها، يعني قصرت بوفائك اتجاهها، وبنفس الوقت وفاء هو اسمع، فانت قصرت بوفائك. اهمالك كان سبب طحنة على قبرص واصل عياطة، وفي حال بيتحيك رحمة حتسقطك بكيس خياطة. وفي حال بيتحيك رحمة من اول وجديد، لا بتفضل تحطك بكيس خياطة ولا انه تحطك برحمة. تنقتل شنق مش ممكن. عنيف الاكسافات صراحة، عنيف. بدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام. زارع كلامي ضارع، راسي عباراتي رافع، الصارع ضرباتي خاضع، مسيز بحاراتي صانع. اكس اف اكس له مستقبل حلو جدا، وبعدني مصر انه حابب اسمعه بشيل الفصحى، يعملنا اغنية فصحى. تنقتل شنق مش مخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام. طابع حضاري نابع، ضابع دياري لامع، ناصع براسي خاشع، رب الصلاة براجع. مجبور بمسافة قبل ما يعتل النقلة، بيعتل هم خراك بيعطل الدعسة. بيعتل هم خراك بيعطل الدعسة، بيعتل هم خراك كذبك يعني، وبيوقف الدعسة، ما بكفي الطريق معك لأنه أنت عم تكذب، لأنه عارفك كذاب. بياكل السبابة يعني حيكبك عنكزة. بياكل السبابة يعني حيكبك عنكزة. السبابة هو هيدا، حيكبك عنكزة. الهم خراك بيعطل الدعسة، بياكل السبابة يعني حيكبك عنكزة. ما حدا بيتقبل رأيك غير الكلب اللي بالتاكسي. ما حدا بيتقبل رأيك غير الكلب اللي بالتاكسي. كلنا بنعرف هيدا الكلب اللي بهز راسه هيك كأنه عم بقول ايه، هيدا الوحيد اللي حيتقبل رأيك. بكدني العرق صح بدور اغانيه، شغلك بهوي امكي طفي هالاي سي. جلد بندي دغري وانت بتعرف ليش ندى، ما قصدي شيب تعال قطيع. اوكي جلد بندي دغري وانت بتعرف ليش ندى، ما قصدي شيب. اوكي هون في حركشة بطارق صريحة جدا ندى هي اسم امه لطارق، فهون حركش فيه يعني. اكس اف اكس ما بيقدر يقعد عاقل، بده يحركش بالكل. اكس اف اكس تعال قطيع. اكس حرتقجي بس ما بيكدس اغلاط، الاكس كهربجي بيعدل الواط. الاكس حرتقجي بس ما بيكدس اغلاط. حرتقجي يعني اللي بيحرتق،
اللي بيقعد بيحرتق بالقصص بس ما بيكدس الاغلاط، يعني بيشيل الاغلاط ما بيكدسهم. بس ما بيكدس اغلاط. الاكس كهربجي. الاكس كهربجي بيعدل الواط، بيعدل الواط اللي هو واط الكهرباء، وبيعدل الواط كيايات يعني. بيعدل الواط، بيفكوا عدة اغراض بالشق بشقق بشقق، يوهم حاله انه فاز قدامي بيخسر بتكة. شوف شو قوية هيدا شوف شو قوي هيدا البار. شوف بنفكوا عدة اغراض بالشق بشقق بشقة. اوكي بفك شق، هو في مفك مصلب ومفك شق. بنفكوا عدة اغراض بالشق، بنفك الشق بشقق بشقة بالشقة تبعي، يعني أنا شخص شقي نوعا ما، فأنا بشقق بشقة بالشقة تبعي بشيبك يعني. عدة اغراض بالشق بشقق بشقق، يوهم حاله بيوهم حاله إنه فاز قدامي بيخسر بتكة، بيوهم حاله إنه فاز علي ربح علي قدامي بخسره بتكة بلحظة، وبنفس الوقت بيوهم حاله إنه فاز، ما هو عم بيقول له كهربجي، فالفاز اللي بالكهرباء بيوهم حاله إنه فاز قدامي بيخسر بتكة، يعني بعمله أون أوف هيك تك بطفيك. نايس. انه فاز قدامي بيخسر بتكة. رؤيا روبن هود راكب القارب تستر، بعدها الروبرت هوك حيامن بعلم التمدد. رؤيا روبن هود راكب القارب تستر، لابس هود، الهود بتعرفوا الهود هاي اللي بتيجي على الراس، مغطى حالك وراكب القارب تستر. رؤيا روبن هود راكب القارب تستر، بعدها الروبرت هوك حيآمن بعلم التمدد. بعد ما ياكل هوك حيآمن بعلم التمدد، بس بنفس الوقت روبرت هوك هو الشخص اللي اكتشف علم التمدد، وهو بياكل هوك فبطير فبيآمن بعلم التمدد. روبرت هوك حيامن بعلم التمدد. جبر وديكارتات غوص بأرقام وتعدد، عايش عالذبذبات عم فوتوا فيها بتردد. جبر وديكارتات غوصب على الارقام التعدد. جبر اللي هن الماثماتكس، الجبر والديكارتات غوصب ارقام وتعدد، عم بيحكي ماث. صح له هلا ماث الاكس. غوص بأرقام وتعدد، عايش عالذبذبات عم فوتها فيه بتردد، يعني انا متردد انه فوتها فيها لانه قرفان منها، وبنفس الوقت عم فوتوا فيها بتردد. زبات عم فوتوا فيها بتردد. زحط لك الراس بعده عم تبكي بمقاتم، بحطكن بعلبي هيدا نكاح المحارم. زحط لك الراس كلنا بنعرف الراس، زحط لك وبعدك عم تبكي بمقاتم، بعدك عم تحكي عن الموضوع. حط لك الراس بعده عم تبكي بمقاتم، بحطكن بعلبي بحطكم بعلبي هيدا نكاح المحارم. انت كنت تقول انه الراس انا والراس اخوه، فبحطكم بعلبي وبخليكم تنكوا بعض، وبعطيك محارم كمان، المحارم لانه انت عامل مقاتم على الموضوع، فبعطيك محارم تنشف دموعك، وبنفس الوقت نكاح المحارم. هيدا نكاح المحارم. قيرة فيها مان كانت ناشطة هالقد، زين الدين زيدان عقد ما بتعطيني هاد. زين الدين زيدان عقد ما بتعطيني هاد، كلنا بنتذكر نضحي زين الدين زيدان بال 2006. شبهها بزين الدين زيدان قد ما بتعطيني هاد يعني بلو جوب، يعني مص بس بالانجلش. طارق عيوش وغشيم من زبرة بتشوف نجوم، فيك تسأل ام ابراهيم لما عملت لها النادور. اوكي هون الاكس اف اكس عم بيذكروا بانصاف لابراهيم لما عملت لها النادور. عيوش وغشيم من زبرة بتشوف نجوم، فيك تسأل ام ابراهيم لما عملت لها النادور. مين اخترق معدتها، مين وصل على الميعاد، ورتاني بحد بصبوص شلكة من قبل الميلاد. اوكي مين اخترق معدتها، مين وصل على الميعاد. مين وصل على الميعاد اللي هو مين وصل على الوقت. وبنفس الوقت لما قال بغنيته انصاف، شوف فولكانو هون شكله عم تجيها، فوصلت على هيدا الوقت اللي هي عم تجيها فيه. على الميعاد. اخترق معدتها، مين وصل على الميعاد، ورتاني بحد بصبوص شلك من قبل الميلاد. كأنه هون اكس اف اكس عزيزه المشاهد دسوا لبصبوص، لطشوا يعني. ورتاني بحد بصبوص لانه مثل الشلكة من قبل الميلاد. شلكة من قبل الميلاد. تنقتل شنق مش بمخدي خنق، رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام. زارع كلامي ضارع، راسي عباراتي رافع، الصارع ضرباتي خاضع، مسيز بحاراتي صانع. تنقتل شنق مش بمخدي خنق، رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام. طابع حضاري نابع، ضابع دياري لامع، ناصع براسي خاشع، رب الصلابة راجع. ضمير وعقل لداعش عم يتني، ظلم اطفال وقتل هيدي المشاهد عم يتني. فارغ الضمير والعقل لداعش عم يتني يعني عم يطوبز، عم يتني. ظلم أطفال وقتل هيدي المشاهد عم يتني، ما أقدر أشوفها بقى. وقتل هيدي المشاهد عم يتني. حتى حمص ما حملته مبسوط ببلاد الكفر، وقت السفر جوازة بتخرع ع جواز السفر.
حتى حمص ما حملته، مبسوط ببلاد الكفر. ما انت بتقولوا عن بلاد الاوروبيين والامريكيين انهم كفار، فانت مبسوط ببلاد الكفر. وقت الجد يعني وقت السفر والجواز بتخرع جواز السفر، بتخرع على هاي الوطنيه اللي عم تحكي عنها. لما انت تجيب جواز سفر اوروبي وجواز اوروبي بتخرع جواز السفر تبعك الاصلي. سفر جواز بتخرع على جواز السفر. من محيطه لجأ كرب والحجة مصاب بقمع. مخاض الحرب أعظم من مخاط الدمع. مخاض الحرب اعظم من مخاط الدمع، يعني انت انك تقعد تبكي لي وتنزل لي مخطك ودموعك على بلدك انه يعني انت زعلان عليه، بس بنفس الوقت في غيرك قاعد بقلب البلد عم بيحارب وعم بيعيش القصص اللي عم بتصير ببلده بأرضه، إن كانت الحياة المعيشية أو الاقتصاد أو الحرب نفسه. مخاض الحرب يعني اللي خاض الحرب أعظم من مخاط الدمع، إنه أنت تقعد تتبكبك لي يعني وأنت برا. يعني لو بالقلم صار ما بيهزم مضاد الفتن، وحده بالعلم دار رح يفهم مراد الوطن. وحده اللي بالعلم دار رح يفهم مراد الوطن، يعني وحده اللي قاعد بقلب بلده وعم بيبرم بالعلم اللي رح يفهم مراد الوطن، وبنفس الوقت مراد العلم دار. زقته بصحن البلد سورية عملتوا له خيبة. عالشاشة تيم حسن لكن معدومين الهيبة. عالشاشة تيم حسن لكن معدومين الهيبة. الهيبة مسلسل الهيبة جبل شيخ الجبل. عالشاشة تيم حسن جبل شيخ الجبل، بس انتم معدومين الهيبة. كونها كريمة بإقناع ما بتعطي فنها لحدا، من بابها طلع إبداع بس هاني من باب البدن. هون عم بيحكي عن سوريا. كونها كريمة بإقناع ما بتعطي فنها لحدا، قد ما في عندها فن، فنانين وممثلين وكتاب وكذا وهيك. كونها كريمة بإقناع ما بتعطي فنها لحدا. سوريا من باب سوريا طلع إبداع، بس هاني من باب البدن يعني من الطيز طلع. أنا كتير بحب سوريا، كتير بحب الفن السوري صراحة. طلع إبداع بس هاني من باب البدن. يتجاوز خطوط أي شرع حلله. سوريا بتظبط سلوك يعني بالرقة بتعلمه. بيتجاوز الخطوط أي شرع حلله. الشرع اللي هو الشرع، أي شرع حلله، والشرع ما حلله كمان، حتى الشرع يعني أحمد الشرع. فبيتجاوز الخطوط أي شرع حلله، أي واحد فيهم يعني، لا هيدا حلله ولا هيدا حلله. كيف تجاوز الخطوط؟ تجاوز خطوط أي شرع حلله. سوريا بتظبط السلوك يعني بالرقة بتعلمه. وبنفس الوقت في ضيعة اسمها سلوك حد الرقة، فعم بيكتب بارات من أسامي المناطق بسوريا. سوريا بتظبط السلوك يعني بالرقة بتعلمه. سلوك يعني بالرقة بتعلمه. جولانك من تحت الطاولة كرسي لفترة محدودة. لما كان في حلم عربي ما كان ياخد قيلولة. أنا ما حابب فوت بهيك مواضيع صراحة. جولانك من تحت الطاولة كرسي لفترة يعني ما مطول. الجولان من تحت الطاولة كرسي لفترة محدودة. لما كان في حلم عربي ما كان بده يحلم بالحلم العربي يعني، ما كان ياخد حتى قيلولة. في حلم عربي ما كان ياخد قيلولة. بزوبعة بتوه عند الهوى جنوبي دومي. بزوبعة بتوه عند الهوى جنوبي دومي. هوى جنوبي وغنية الهوى جنوبي وهيك. وبزوبعة بضيع عند الهوى جنوبي، من الجنوب جاي الهوى. يعني فهمتوا المقصد ولا ما فهمتوا المقصد؟ ما بدي فوت على كتير تفاصيل بهالموضوع، بس انتوا فهمتوا انه من الجنوب جاي الهوى وزوبعة بتتوه. قد ما يلف ويدور منه قومي. قدر فوت. قد ما يلف ويدور هاني ما هيكون قومي، يعني قد ما حاول يقنعنا انه هو قومي ما هيكون قومي. كن ببعض بده دولة بقلب دولة. شعبه من الأهرامات نفسية فرعون. نفسية فرعوني وأهرامات. شعبه من الأهرامات نفسية فرعوني، ونفس الوقت أهرامات ونفسية فرعوني. قلعت الرواح ما بينفع غسيل كلاوي. بيجلس للكلب هتلر يتبنى السوداني. هل بيجلس للكلب؟ يعني هل ممكن انه هتلر يوما من الايام كان هيتبنى سوداني او يتغير يعني نفسيته او تتغير تفكيره؟ فهل ممكن هتلر بيوم من الايام كان يتبنى سوداني؟ مستحيل، لانه كان سوبر عنصري. فهل بيجلس للكلب؟ لو خلد مصيبة يكون طول السبب بقائي. ما بسمح له يقتل بنتك طول ما فيها عرق قاري. لو خلد مصيبة بيكون طولي سبب بقائي. حسب ما بعرف أنا إنه إكس اف إكس طويل من هو طول جماعة الان بي اي يعني كثير طويل. فهو لو خلد مصيبة يمكن طولي سبب بقائي. عم بيحكي عن هتلر لأنه هتلر كان عنصري، بس أنا رايح أكتر للعرق الأوروبي كطول وكهيك. فممكن يكون طولي هو سبب بقائي، ما بيقتلني رغم إني عربي. خلد مصيبة يكون طول السبب بقائي. ما بسمح له يقتل بنتك طول ما فيها عرق قاري. طول ما فيها عرق قاري، وطول ما فيها عرق قاري طولي وشقار وعيون خضر وهيك ما بيقدر يقتلها.
ما في عرق قاري تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام زارع كلامي ضارع راسي عباراتي رافع الصارع ضرباتي خاضع مسيز بحاراتي صانع تنقتل شنق مش بمخدي خنق رشق كلام صايب مش خايب يا عيب وعلي السلام طابع حضاري نابع ضابع دياري لامع ناصع براسي خاشع رب الصلاة براجع كاتب كلام حتى لو ببزق اوراقي لو بترك سطر فاضي باشا ترك سطر فاضي على فكرة. هو كاتب كلام حتى لو ببزق بوراقي، يعني حتى لو انا بزعل بوراقي بيطلع كلام كتير قوي. كاتب كلام حتى لو ببزق اوراقي ترك بار فاضي لو بترك سطر فاضي لو بترك سطر فاضي، يعني تركه اوريدي. باشا ما بدعسله ديله بهتك بزد له اعراض معيشه قهوه بيف ببيته كل ساعه بيدس حفاض من بعد ما دسيته بطل بده يكفي بالبيف وطلع منه قاعد بقلب بيته عم بدس حفاض، يعني قاعد بوجه بنته عم بدس حفاض بنته. خطاع فخاد لحق صفاء الاولاد بتحسوا مالمو سبب قضاء الاسواد بتحسوا مالمو سبب قضاء السواد. مالمو هي قضاء بالسواد مثل ستوكهولم والاخبار. بتحسوا مالمو سبب هو السبب بقضاء السواد، يعني هو اللي حيقضي على السواد بتفكيره مثلا. طلعت زكي بتحليلك اشرف لك تنسحب ايه سمسم بيقطش صبيعك الاكس بيخطش لك اياه سمسم بيقطع صبيعك الاكس. ما سمسم بكرسي الحمام قال له اكتب لقطش صبيعك. الاكس ما بيقطش صبيع، الاكس بيقطش لك اياه، لانه الاكس اصلا من الجبل، فعندهم بالجبل صيت انه بقطشوا القيورة. فالسمسم بيقطش لك صبيع، انا بقطش لك اياه. اسمعوها. زكي بتحليلك اشرف لك تنسحب ايه سمسم بيقطش صبيعك الاكس بيخطش لك بيقطش لك يعني. ايه الرقابه بتزيد رح تفشل بفحوصاتك رشدتها بخط الايد شو جاي تنقل امراضك روشتة بخط الايد شو جاي تنقل امراضك، وبنفس الوقت امراضك امراض فكرك يعني. مصير سبايا حرامي بقرط من حزمتك كرمالك مش جاية يا هاني بيجي لاخوتك كرمالك مش جاي يا هاني، جاي لاخوتك، جاي لجننك اخوتك جننك، وجاي لاخوتك لاخواتك يعني. غبت 5 سنين بس بعين هورس عم راقب مش قومة هي اكيلس هي استراحة محارب غبت 5 سنين بس بعين هورس عم راقب. عين هورس لقلكم شو هو عين هورس. بالفراعنة في عندهم آلهة، اوكي، في عندهم كذا إله من بينهم هورس. كل حدا كل إله فرعوني كان عنده قوة خارقة، يعني في عندك كانت إلهة الحكمة، كان عندك مثلا إله الحرب، مثل الآلهة اللي كانوا باليونان كان في منه بمصر فراعنة. فهورس كان عنده عين ثاقبة، عين تقدر تشوف مش بس تشوف، تقدر تشوف وبتقدر تتأكد إذا هيدا صح هيدا غلط، يعني بتقدر تشوف أبعد من الحاجز. فغبت 5 سنين، أنا كنت مستريح غبت 5 سنين عن السنين بس عم براقب بعين هورس. غبت 5 سنين بس بعين هورس عم راقب مش قومة هي اكيلس هي مش كوما هي أكيلس، هي استراحة محارب. إذا اللي بيعرف أكيل هو شخص قتل كل اللي كانوا ضده، كل أعدائه، وقعد استراح. مش كوما، ما كنت فايت بكوما، كنت أكيلس، قتلت كل اللي حوالي وقاعد باستراحة محارب، ورجعت بعد 5 سنين. استراحة محارب راعي بعصا موسى وراعي بتمة الوعي معي العصا فبس ارجع بيرجع الجبل معي. أنا راعي بعصا موسى، عم برعاكم بعصا موسى، انتو خرفان، أنا عم برعاكم بعصا موسى، وراعي بقمة الوعي. الراعي بطريرك الراعي بقمة الوعي، راعي بعصا موسى وراعي بتمة الوعي معي العصا فبس ارجع مع العصا عصا موسى، فبس ارجع بيرجع مع الجبل. هو من الجبل، فبس يرجع اكس اف اكس برجع السين اللي من الجبل. جماعة الرابرز اللي من الجبل يعني بيرجع السين الجبل. بيرجع الجبل معي. شوف هون كثير حلو هذا الشيء. حبيت الفيديو كليب، حبيت التطور اللي صار بالفيديو كليب. غابت عن الوعي وقفت الموسيقى كانت الرقصة الأخيرة قدمت تحفة بزمانها عالدقة الشهيرة تسمع شهيقة وزفيرة بالآخر برم موال براسها وعم تحكي عتابة. بالآخر برم موال براسها وعم تحكي عتابة. اللي هو موال وعتابة عم بيحكي طبعا هون عن أمه للدرويش رجعنا. وبنفس الوقت برم الموال براسها عم تحكي عم بتعاتب، يعني عم تحكي موال وعتابة، وبنفس الوقت عتابة اللي هي عم بتعاتب العالم،
او بتعاتب ابنها. لا الشهيرة تسمع شهي او زفيرة بالاخر برم موال براسها وعم تحكي عتابة. تاريخها بالرقص عريقة للفن ما شفت حالك. تلوي خسرة تفضل طيزة تخلع كتفلت بالريقة كالنتيجة ولا ضعاق ما همك غير الاخضر بوراقة طلع ما خلت شي ما عملت لك اياه. عتابة. تاريخها بالرقص عريقة للفن ما شفت حالك. ليه بفنها ما شفت حالك؟ تلوي خسرة تفضل طيزة تخلع كتفلت بالريقة كالنتيجة ولا عملت لك كل شيء بدها تعمله، اخر شيء طلعت ولد عاق. يعني عملت المستحيل لحتى هاي انت طلعت اخر شيء ولد عاق. ولد عاق اللي هو الولد اللي ما بيهتم باهله. ما همك غير الاخضر بوراقة طلع ما همك غير الاخضر بورق، ما همك غير مصرياتها يعني. انفاسها الاخيرة. استثقلت تحطها على كتافك. شرقي غربي او حضاري كل شي قدمت تتناسى. لا استثقلت تحطها تحملها، يا تحمل الكفن تبعها، تحمل القبر تبعها. انه بصراحة رغم افلاتها وافعالها حتبقى انت للاسف يا هاني من اسوأ اعمالها. رغم افلاتها وحفلاتها انت اسوأ اعمالها. عاطل ما حركت في خيدك لا تموت ببطالة حرفيا ما دعمتها بمالك. ما كبيت مصاري بدها نفسيتك الخام دبشي ورقة تحييها عكروت مرخي على الحلب بالواجب ما كان يقوم نص. بدها نفسيتك الخامدة بشي ورقة تحييها عكروت. عكروت اللي هو انت عكروت بنفس الوقت كروت. هون بحس قصده كروت هدول شو اسمهم اللي بيتنبؤوا فيهم التاروت. تحييها عكروت يعني تطلع لها ورقة من التاروت تحييها فيها ريبورن يعني. مرخي على الحلب بالواجب ما كان مرخي على الحلب قد ما بتحلبه مرخي بالواجب ما كان يقوم. بنفس الوقت انت ما كنت تقوم بالواجب. يعني بيحكي عنه عم بيحكي عنه عن الاثنين. عم بيحكي عن الراسين. يقوم ناصح متعدد وجوه القبيحة ريحة بتفوح. الناصح بتعدد وجوه. درويش كان ناصح جدا للي ما بيعرف. ناصح متعدد الوجوه، كان ناصح جدا. وجوه القبيحة ريحة بتفوح. ريج امسي طبوش ريج ام سي طبوش لانه كان كتير ناصح. اي كرش شو كيوت. شو كيوت راسه تعليقة دهون. الموسيقى سيئة بتسوق حفلاته مثل الموسيقى سيئة بتسوق. الحضور صريرة صمت وسكون. من شكله بتقدر تقول عشت الموت البطيئة. كيمو كيمو من جبينك كسرت لها ظهرها يل عن ديبك. كيمو كيمو من جبينك. ما هو قال له بغنيته يا كيمو هتصلع كيمو كذا هيك شي هيك. قال له كيمو كيمو هون رد له اياه. تقدر تقول عشت الموت البطيئة. كيمو كيمو من جبينك كسرت لها ظهرها يل كسرت لها ظهرها لانه انت ناصح اصلا. يعني اذا حملتك كسرت لها ظهرها وكسرت لها ظهرها فيك. عن ديبك. جرب تشدك وتشيلك كيلو كيلو من كيسة بس كيتو كيتو من ايدك. وين كيلو كيلو من كيسة. انت كنت عم تنصح من كيسة من مصرياتها. يعني انت عم تاكل من مصرياتها بس كيتو كيتو من ايدك. يعني انت من ايدك هيك خسرت هيك صرت. يعني انت من ايدك هيك صرت. يل عن ديبك. جرب تشدك وتشيلك كيلو كيلو من كيسة بس كيتو كيتو من ايدك. وين المزورة جيبها. وين المزورة جيب. المزورة هي اللي بيقيسوا فيها. لما تروح عند الخياط بيجيب مزورة وبيبلش يقيس. لو عن جد قدرتها بوقتها كنت على حالك بتقيس. لو عن جد قدرتها بوقتها لأمك كنت على حالك بتقيسها. وبنفس الوقت مزورة وبتقيسها. خلفت واحد بوجان بيسرق لفساتين. خلفت واحد بوجين بيسرق لها فساتينها بايسكشوال يعني. مثل ما بتزيد بس صار عندك رديف فرضا. دماغك خس صار شغلك خفيف سلطة. دماغك خس صار شغلك خفيف سلطة. ما انت كنت ناصح وضعفت فمش بس انت اللي ضعفت جسديا حتى دماغك خس صار شغلك خفيف سلطة. يعني ولا شيء سلطة. لما يقول لك حدا بلبناني انتو سلطة يا زلمة الموضوع يعني ولا شيء ايزي يعني. صار شغلك خفيف سلطة. دعوة عفرش الموت بس الرحمة مش فضيلة. قصدي دعوة على فراش الموت بس الرحمة مش فضيلة. في عندك فضيلة الرحمة. الرحمة هي فضيلة من الفضائل بس انت ورحمة مش فضيلة. انت اصلا يعني ما عم ترحمها مش فضيلة. قصدي كان عم يكتب مش فضيلة نسيت صبي. كان عم يكتب مش فضيلة فسرها هو. ما نسيت ضميره شو عملت كرمال تعينك. رح تطلع له بالمنام بس ينزل أرينا. رح تطلع له بالمنام بس ينزل أرينا. يعني إذا فكر ينزل على أرينا أو فكر يعمل باتل رح تطلع له بالمنام. وبنفس الوقت مش بس أرينا قارينا رح يطلع له قارين تبع أمه بالمنام. هالواطي حتى بجلادته معانا ما ضب غسيلة لنضف اسطوانة. كلنا بنعرف الحقيقة. معها وانا بالبيت ولا نظف معها ولا ساعدها ولا عمل شيء بقلب البيت. كان كثير ناصح. كانت تواجهك بالصراحة يا هاني ستور عظامة. ما بتصير سلم شيدي لو قلت لها سوري ماما. ما بتصير سلم شيدي لو قلت له سوري ماما. ما بتصير امينيم. يعني ما حتوصل لمستوى امينيم. اذا انت بدك تغني وتعمل راب وكذا وهيك ما حتوصل امينيم بحياتك. وما حتصير سلم
شيدي لو قلت لها سوري ماما، لو غنيت لها سوري ماما يعني ما حترضى عليك يعني. وينك يا تشي هالوسط بتقلي كاين، فكرة إذا ارتقيت يعني صارت بالبرايم. وينك يا تشي هلوست بتقلي كاين او كاين. هون اذا بتشقلبوا الكلمات بيطلع لكم كلمة كاين وست. هلوست بتقلي كاين وست، كاين وست. بتقلي كاين، فكرة إذا ارتقيت رح بتعيش برايم مثل كاين وست. يعني صارت بالبرايم. بدها تخبره جوز كلام عم تكتب بقيلة رايم، حل ما تنزل معه باتل هيك بلكي بيعطيها طايم. هيدا وسخ كتير هيدا البار. فكرة تنزل معه باتل بركي بيعطيها تايم، يعني بركي بخصص له وقت وبيعطيها تايم. فكرة تنزل معه باتل لهالدرجة هي بدها منه وقت. فكرة تنزل معه باتل بركي بيعطيها تايم. شوف الصلعة الناصعة سنة 2000 تدعي تتغير الظاهرة. سنة 2000 تدعي تتغير الظاهرة. خد على راسك R9 كمان. أول شيء R9، خد على راسك R9 وركب R9، مركب قرون يعني. والظاهرة R9 شو مين بيعرف؟ الظاهرة رونالدو رقم 9. تدعي تتكرر الظاهرة اللي هو رونالدو اللي كان رقمه 9. يعني أنت بتدعي تتكرر الظاهرة R9 رونالدو رقم 9، بتدعي إنه يتكرر بالتاريخ. على راسك R9. يا ريت قطعتيهم لبني وما عمل على دوري خوري. يعني يا ريت بوقتها ما حبلت فيهم للحليبات وعملتيهم لبنة وما اجى واحد يعمل علي خوري. يا ما بيقيمني من أرضي مفكرني قبر المرحوم. قال ما بيقيمني من أرضي. ما هو كمان قال له بالغنية طلبوا لي أمر، قال لهم في عندكم 2 بالسين من أرضهم ما من إيمون. فهو هون واحد منهم كان اكس اف اكس أكيد يعني. فقال ما بيقيمني من أرضي مفكرني قبر المرحومة. والبار الجاي من الزير ذكره بفقلك بعودة، إذا بعد بتحكي بالدين هو اللي حينكلك الموتى. والبار الجاي من الزير هديك قال البار الجاي من الوفا. فهون عم بيقولوا والبار الجاي من الزير ابو ليلى الزير. اذا بقى بتحكي على ابو ليلى اذكره بفقلك بعوده، يعني اذكره بعد وبيرجع بحدا فينا. بيرجع ابو ليلى الزير بحدا فينا. اذكره بفقلك بعوده. اذا بعد بتحكي بالدين هو اللي حينكلك الموتى، لانه ابو ليلى الزير متوفي مثل ما بنعرف، هو قادر ينيك الموتى فعليا. اذا بعد بتحكي بالدين فهو اللي حينكلك الموتى، لانه هو اوريدي فوق معهم. تحكي بالدين هو اللي حينكلك الموتى. عملنا جهدنا انه نشتغل خاصة يعني مع تامر حسني، عرفت؟ انا كتير بحب النص التحتاني من تامر حسني. جربت اعمل وقال يا زلمه معقول هيدي المقابله؟ معقوله انا ها؟ بحب شعر صدره بس ما طلع. شعرات صدره لتامر حسني. اوكي. في شغله معقول هاي يا اخي؟ معقول؟ وهيدا كان الديس تبع اكس اف اكس. اكتبوا لي شو رايكم بالكومنتس، شو رايكم بالغنيه، شو رايكم بالكلمات بالبيت بكل شيء فيها للغنيه، حلوه ولا ما حلوه؟ انا بشوف الاكس عبقري صراحه بكتابه الكلمات وبشوف له مستقبل باهر جدا. شاطر، كلامه حلو، بيعرف يكتب الزلمه، وبيكتب قصص ثلاثيه الابعاد. فهيدي كانت غنيه اكس اف اكس. ومثل ما قلت لكم على انستغرام، اذا انت ما بتعرف انا شو قلت على انستغرام، لانه انت بعد ما تابعتني على انستغرام، جماعه الانستغرام عم بياخذوا قصص اكثر منكم بكتير يا جماعه اليوتيوب. حنحكيها هيك خلي عملوا لنا فولو على انستغرام، ناخذ ونعطي وعم ننبسط ونضحك ونيك وعم ننزل ريلات وستوريات وعم بروح عليكم اشياء كتير. هون عم تشتاقوا لي على اليوتيوب بس هونيك موجود انا دائما. وبخصوص انه عم تشتاقوا لي على اليوتيوب، هيدا الاسبوع ينزل اكثر من تراك. حبيت بشركم انه في اكثر من تراك نازله هالاسبوع على اليوتيوب حلوين، حبيتهم انا نوعا ما. بس ما بنزل انا تراكات ورا بعض، بعطي كل غنية حقها. ما تنسى تعمل فولو على الانستغرام لتشوف شو عم بيصير على الانستغرام. ما تنسى تعمل سبسكرايب ولايك. بنشوفكم على خير يا اهل الخير. سلام.